أخوكم عادل سعود الحسين، أعمل في قطاع التعليم، مدير مؤسسة مختصة بصيانة آلة التصوير والأجهزة المكتبية. الفكرة، أنا أملك شهادة صادرة من مدينة الملك عبد العزيز لنموذج صناعي محتكر، يعني وهو يعني يختص باللباس الرجالي. سروال طويل تقليدي، أو يتميز عن السروال التقليدي بأنه يغني عن استخدام سروالين. طيب، طبعا المشكلة تلاح في وقت الصيف في الحر الشديد. زين، في الحر الشديد بعض الناس يعاني من اللباس، كثير منهم. وبعض الناس طبعا يلجأ لاستخدام السروالين للمظهر، ولا يستطيع أن يكتفي بواحد، وخصوصا إذا دخل البيت وشال الثوب. فصار الأمر فيه نوع من المشكلة. حلت المشكلة عن طريق نموذج صناعي مبتكر. طريقته بتصنيع قماش من التترون والقطن صناعي. يكون الجزء الأعلى في هذا القماش سميك درجة عالية أو أكثر، وبعدها بعد ما يكون يبدأ صناعة السراويل الطويلة بحيث يكون الأعلى أكثر سماكة. فإذا نظرت تشوفها كأنه سروالين، يعطي مظهر سروالين. لكن إذا جيت أخذته وجدت لقيته واحد. والصيف يبين عاد لذلك بعض الناس الآن يلجأ يستخدم واحد. تسأل تقول والله ما أتحمل الحر، ما أعاني من شو اسمه، ويضحي بالمظهر، يضحي من أجل هالشيء. فطبعا من ناحية المنافسة المنتج محتكر تماما، موجب شهادة، وقدمت به الآن مختبرات اختراع دول الخليج حتى أعممه على دول الخليج العربية حتى توسع في السوق. وطبعا الفئة المستهدفة هم الرجال. وطبعا أتوقع وأعتقد أنه سيكون يعني لو قلنا على الأقل 1% من الناس استخدموه، طبعا سيكون لأنه منتج محتكر ممنوع من المنافسة، سيكون من حقه التحكم في اختيار السعر المناسب، وستكون الأرباح قرابة 100%. وأكتفي بهذا. لا، الفكرة حقيقة يعني بقدر ما هي ممتازة، أنا طبعا ضحكت لها لأن الحقيقة فعلا دائما الفكرة المختلفة هي الفكرة الناجحة اللي الناس ما يتوقعونها. فعلا أنا تفاجأت الحقيقة. أعتقد أن الفكرة ممتازة جدا، وأتصور أنه يعني أنا ما أعرف يبغى لها يمكن بس دراسة السوقية، لكن كفكرة أساسية أعتقد أنها ممتازة. كويس أنك سجلتها كبراءة اختراع، لأنه ما تفاجأ بكرة يعني يأخذونها في الصين وينتجونها ويرسلونها فتخسر الفكرة. هنيك، لا فكرة كويسة، شكرا. التصنيع وين فكرت أنك تصنعها؟ والله في الصين الخام والتصنيع، وبديت بالاتصالات وعن طريق الموقع الأساسي للصين، بوابة الصين. ما فكرت أن تكون عملية التصنيع هنا تكون في السعودية؟ لأنه في بعض الأحيان ممكن يكون والله إذا في البداية صعب جدا، لكن في المستقبل لو ثبت أن الجدوى الاقتصادية يعني جيدة استخدام مصانع الداخل، ممكن أن تكون الخام مستورد والتصنيع داخل محلي. ما شاء الله. الأخ عادل حصل على 3